العباس، ولكن الحقيقة ننقلها لكم بالصوت والصورة. ومن دمشق ينضم إلينا عبر الهاتف فيما يتعلق بآخر المعلومات الميدانية علي حسن عضو شبكة شام الإخبارية. المحامي محمد العباس تم اعتقاله من نقابة المحامين يا أختي قدام جميع زملاء المحامين. يعني في محامين اعتقلوا زميلهم، في محامين اعتقلوا زميل لهم. هذا النبأ عاري عن الصحة، وأنا أمارس عملي بتاريخ 18 الشهر وفي القصر العدلي، وصباحا كنت وقعت البريد العادي المعتاد، وهذا الحكي كله ليس له أي صحة، ونفينا النبأ ببداية بس، لكن استمرار النبأ وإذاعته على هذه القنوات كان لابد من نؤكد مباشرة وبلقاء مباشر مع التلفزيون العربي السوري عدم صحة هذه الأنباء. واسمحوا لي هون لأنه هذا الخبر أكيد بسيء أو أكيد ممكن أن يعمل ضجة. أنا بحتفظ بحقي بإذاعة هذه القنوات المغرضة، وأذكر هذه القنوات باليمين الشرف الصحفي الذي نذكرهم بعدم إذاعة أي خبر قبل أن يتأكدوا من صحته.